بيبدأ الفيلم مع ثيا البنت اللي من النرويج، وهي ماشية في الشارع وبتتكلم مع مامتها عن الكريسماس والأجواء بتاعته، ومامتها بتقول لها قولي لي بقى يا حبيبة ماما أخبار حبيبك إيه؟ فبتقول لها والله يا ماما الحمد لله مستقرين والدنيا تمام يعني. وأثناء ما هي بتتكلم معاها بتكون ثيا وصلت البيت، وبتتفاجئ لما بتلاقي ورد وشمع وأجواء رومانسية في كل مكان، فبتقفل مع مامتها وبتتفاجئ بحبيبها جاشان الهندي وهو بيهز دماغه كده اهو، وبيقول لها أنا عارف إنك بتحبي الحاجات العبيطة دي فقلت أعمل لك مفاجأة، وبينزل على ركبه وبيقول لها يا ركبي قصدي أنا عايزة أتجوزك. في إيه بقى؟ إحنا لو كنا في الهند كان زماننا متجوزين ومعانا كوشي وأرناف دلوقتي، لكن انتوا هنا بتتجوزوا متأخر ليه كده؟ وثيا بتكون فرحانة جدا ومتوترة وبتقوله انهم لسه عارفين بعض من قريب، لكنها بتكون فرحانة وبتعرض عليه يجي يقضي مع عائلتها اجازة الكريسماس دي في النرويج ويعرفوهم كل حاجة، وفعلا بيسافروا هما الاتنين. ولما بيكونوا في الطيارة بيفضل جاشان يقول لها انا متحمس اني اقابل عيلتك جدا، عايز اشوف النحلة اللي جابت العسل ده. فبتقول له فكك من افيهات ميلودي افلام دي وركز معايا، بص بصراحة كده عيلتي، لكنها مش بتكمل الجملة بسبب ان الطيارة وصلت وخلاص هينزلوا. واول ما بينزلوا بيركبوا تاكسي وبتلبس بلوفر لونه احمر، وبتقوله دي التقاليد في العيلة عندنا ان كلنا لازم نلبس البلوفر ده علشان نحتفل بالكريسماس. هو بتقوله عايزة اقولك بقى ان عيلتي، لكنها برضو مش بتكمل الجملة لان السواق بيسأل جاشان وبيقوله مش ممكن حضرتك هندي؟ فبيقوله جاشان ايه ده انت رحت الهند قبل كده؟ فبيقوله السواق لا والله بس رحت تركيا وحبيت اقولك يعني، او ده طبعا حشري وعايز يدخل في الكلام ملناش دعوه بيه. المهم بعد شويه بيوصلوا ومامة ثيا بتخرج وبتسلم عليها وبتروح تحضن السواق وبتسلم عليه وبتقول لها ما شاء الله يا ثيا ده زي القمر. فبتقول لها ثيا لا يا ماما التاني. فبتقول لها مامتها ايه ده هندي، وبتحس انها مصدومه لكنها بتسلم عليه وبتقول له ازيك يا شازام. ولما بيدخلوا جوه بيقول لها طب مبدئيا كده انا اسمي جاشان مش شازام، وبيبدا يتفرج على البيت وبيكون معجب بالاجواء اللي موجوده. وانا مامة ثيا بتقول له ايه رايك في البيت يا شازام؟ فبيقول لها يا دي النيله يا ستي وربنا جاشان. ولما بيطلعوا يناموا بيقول لها تفتكري مامتك حبتني ولا ايه؟ فبتقول له لا معرفش هو لسه هيبان في الكام يوم اللي جايين. ولما بيسالها ليه ما قلتلهاش اني هندي من الاول بتقوله انها مش عايزه مامتها تفضل تدور عن كل حاجه عن الهنود ومعلومات عن الثقافه الهنديه والحاجات دي. وفعلا مامتها بتكون قاعده بتدور على جوجل عن كيفيه التعامل مع الهنود في اقل من 60 دقيقه بدون روت. المهم بعد شويه بتقلق ثيا وبتقوم من النوم ومامتها بتكون لسه صاحيه هي كمان، وبيشوفوا جارهم يورجن وهو بيشيل التلج من قدام البيت. وانا بتفضل تتكلم مع ثيا وبتقول لها فاكره لما كنت مرتبطه مع يورجن انا كنت مبسوطه ووشي منور ازاي، ده جارنا وهتسكني في البيت اللي جنبي وشبهنا كده، انما رايحه تتجوزي واحد هندي ده ممكن يركنلك فيل قدام البيت يا بنتي ويفضل بقى يهزلك دماغه لغايه ما يجيله ارتجاج مخ. لكن ثيا بتقول لها ان موضوعها مع يورجن ده قديم ومش عايزه تتكلم فيه، وبتقول لها انها بتحب جاشان ومرتاحه معاه. وبعد شويه لما النهار بيطلع بيكون سامون اخو ثيا جه علشان يقضي معاهم الكريسماس، ومراته اول ما بتشوف جاشان بتقول لها ايه ده مش معقول جبتوا طباخ جديد؟ فبتقول لها ثيا بس ده حبيبي. فبيستغرب سيمون وبيقول لها بس ده هندي. فبتقول له ايه المشكله عنده مرض معدي يعني ولا ايه؟ ما هو بني ادم زينا. وبيوصل جاشان وبيسلم عليهم وبيكون عارف بنتهم رونيا من كلام ثيا عليها، وبيدخلوا كلهم وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وهم مبسوطين وبيروحوا يعملوا تماثيل بالتلج. وبعد شويه بيدخلوا علشان يزينوا البيت، وبيستغرب لما بيلاقيهم بيحطوا علم النرويج عندهم في البيت مع الزينه، وبيسالهم هو انتوا عندكم انتخابات ولا ايه؟ فبيقولوا له ان دي التقاليد بتاعتهم. وثيا بتقول له بص بقى معلش في حاجات كتير هتكون غريبه عليك وانت لازم تتاقلم معاها علشان مش عايزين صداع. وبتعرفوا ان النهارده 22 ديسمبر يعني الكريسماس الصغير، وهم عايزين يخلوا العشاء بتاع بالليل مميز ويعرفوا الناس كلها انهم اتخطبوا وهيتجوزوا. وفي نفس اليوم بالليل بيدخل جاشان المطبخ وبيطلع الشيف اللي جواه وبيعمل اكل للعيله كلها. وثيا بتصحى من النوم على الريحه وبتقول ريحه مطعم مهرجة بتاع سيتي ستارز دي انا عارفاها كويس، وبتجري بسرعه على المطبخ وبتتضايق لما بتلاقي جاشان عامل اكل وبتساله انت جبت التوابل دي كلها منين؟ فبيقول لها لا سوري معلش الهنود دايما ماشيين بالتوابل بتاعتهم. وبيقول لها مش انت كمان قلتي انك عايزه العشاء يبقى عشاء مميز؟
فقلت اعمل لكم الاكل انا. فبتقول له ان في تقاليد عندهم وفي اكل معين لازم يتاكل النهارده علشان باباها كان معودهم على كده قبل ما يموت الله يرحمه. وبعد شويه بتوصل انا اللي كانت بره مع سيمون ومراته، وبيشموا ريحه الاكل وبيعجبوا بيه. ولما بيقعدوا على السفره وبيسالوا عن الاكل بيقول لهم جاشان فراخ بالكاري ورز بالكاري وملوخيه بالكاري. بصوا احنا بنحط الكاري الاول وبعدين نشوف هنطبخ ايه. فبيقول له سيمون انا بحب الاكل الهندي على فكره، انا بروح المطعم الصيني واطلب اكل هندي. فبيقول له جاشان ايه صراع الحضارات اللي انت فيه ده، دوق بقى الاكل الهندي على اصوله. وانا بتكون متضايقه بسبب انهم كانوا المفروض النهارده ياكلوا كرات اللحم زي ما جوزها كان معودهم، ومن اول ما بياكلوا كلهم بيقوموا يجروا بسبب ان الاكل سبايسي ليفل الوحش. وجاشان بيكون مستغرب هما ليه مش بيحبوا الاكل المشطشط، وبيقول لهم ان الاكل العادي ده بتاع العيال التوتو. طب يا سيدي شكرا. المهم ان العشاء بيبوظ ومش بيقولوا لحد على خطوبتهم في الاخر. وتاني يوم بتقول له ثيا بص احنا عندنا تقاليد يوم 23 مهمه جدا بقى. فقال لها ايه؟ فقالت له هنتزحلق على الجليد طبعا. هو بيكون جاشان مش عارف يعمل زيهم وكل شويه يقع. ولما بيسال ثيا هي ازاي متمكنه كده بتقول له عندنا في النرويج الطفل بيتولد وفي رجله زلاجه وده العادي بتاعنا يعني، وبيقعدوا ياكلوا هوت دوج مشوي علشان التقاليد بتاعتهم برضه. ولما بيخلصوا الاكل بيقوموا علشان يمشوا، لكن ثيا بتطلب منهم يسبقوا هم وهي هتجيب جاشان وتيجي وراهم علشان هيتمشوا براحتهم شويه. وفعلا بيمشوا وبتفضل ثيا تزق جاشان وتخليه قدامها علشان ما يقعش، وبتقول له ان باباها كان بيعمل معاها الحركه دي زمان. فقال لها الله يرحمه ارتاح والله. المهم بيفضلوا يتزحلقوا هما الاتنين لحد ما بيقعدوا في مكان وبيرتاحوا شويه. فبيفضلوا يتكلموا مع بعض وانهم بيحبوا بعض والكلام ده. وبتكون انا قلقانه انهم لسه ما رجعوش لحد دلوقتي، وموبايل ثيا مقفول كمان، علشان كده بتقرر انها تتصرف. وبعد شويه بنشوف ثيا وجاشان وهم قاعدين وواحد بيعدي من جنبهم بالموتوسيكل بتاع الجليد ده وبينادي عليهم. وبيطلع مين بقى؟ بيطلع يورجن اللي كانت مرتبطه بيه. ولما بتساله انت ايه اللي جابك هنا بيقول لها مامتك كلمتني لانها قلقانه عليكم، وبيعرض عليها انه يوصلهم لحد البيت. لكن ثيا بتقوله انهم مش عايزين وهيرجعوا لوحدهم. وساعتها جاشان بيقول لها ليه بس كده، ما الراجل جدع وعايز يوصلنا. فبتقول له اسكت انت مش فاهم حاجه. فبيقول لها لا يلا نركب ونوصل بسرعه انا رجلي فقفقت. وفعلا بيركبوا. ولما بيوصلوا عند البيت بيقول لهم يورجن انه هيمشي، لكن جاشان بيقول له يا راجل ما يصحش والله، لازم تدخل تشرب او تاكل اي حاجه. لكن يورجن بيقول له مش هينفع علشان ثيا. فبيقول له جاشان ما تيجي عادي يا عم، انت محسسني انكم كنتوا مرتبطين ببعض. وبيقولها وهو بيضحك. فبيرد عليه يورجن وبيقول له هو انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ ده انا مشيت معاها 5 سنين لحد ما بقى مقاس رجلها 45. وساعتها جاشان بيتصدم وبيقول لها فعلا؟ فبتقول له فعلا ايه؟ قال لها مقاس رجلك 45 قصدي كنت مرتبطه بيه. فقالت له انا كنت هقول لك بس ما جاتش اللحظه المناسبه. ولما بيدخلوا جوه بتفضل ثيا تقول لمامتها يعني يا ماما الدنيا ضاقت بيكي وما لقيتيش غير يورجن اللي تكلميه. وبعد شويه بيقعدوا كلهم مع بعض وانا بتقول احنا بكره رايحين حمام التلج، وطبعا جاشان مش هيقدر يجي معانا علشان مش متعود. فبيقول لها مين قال كده؟ طب وربنا لاجي معاكم، انت عايزه الواد يورجن الملون ده يبقى احسن مني ولا ايه؟ وفعلا تاني يوم بيروحوا مع بعض وبيتفاجئ انهم بينزلوا في بركه في وسط التلج، وبيفضل يقول عليهم مجانين وهو اكيد مش هيعمل كده. لحد ما بيجي يورجن وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ اكيد الجو سقع عليك. فبيقول له جاشان طب ايه رايك بقى ان اسمي الحقيقي ايس مان وربنا لو اوريك. وبينط في الميه وبيفضل يصرخ لانها بتكون ساقعه جدا. وبعد شويه بيروحوا كلهم على الكنيسه علشان رونيا عندها اغنيه هناك. فبيقول جاشان لثيا بس كويس والله ما كنتش اعرف انكم متدينين كده. فبتقول له احنا بنيجي الكنيسه وقت الكريسماس بس. واثناء ما هم قاعدين والاغنيه شغاله بيفضل جاشان يعطس بسبب انه نزل في الميه الساقعه، وده بيعمل ازعاج وبيبوظ البروفات كل شويه. فبتقول له ثيا لا ما انا مش جايبه ابن اختي معايا كل شويه تعطس، ناقص تقول لي عايز اعمل بيبي. وبتطلب منه يطلع بره. وفعلا بيطلع بره وبيكلم مامته في التليفون وبيكون صوته عالي جدا. وبيفضل يقول لها اسكت يا ماما دول طلعوا مش متدينين ولا حاجه وبيجوا الكنيسه وقت الكريسماس بس. وبيقول لها دي بلد غريبه والله وكل حاجه عندهم تقاليد وطقوس وحاجه ما يعلم بيها الا ربنا. وطبعا صوته بيكون عالي. وانا بتقول لثيا اطلعي شوفي اللي هيعمل لنا فضيحه
طموحها ده. ولما بتطلع بيكون الباب مفتوح والناس كلها بتتفرج عليهم، والموقف بيكون محرج جدا. بعدها بيجي يوم 24 وبيكونوا بيلبسوا وبيستعدوا علشان يقعدوا مع بعض بالليل وياكلوا. وثيا بتقول لجاشان هو ده الوقت المناسب بقى، احنا هنقول لهم النهارده. لكن جاشان بيكون مش مبسوط وبيقول لها المكان ده مش مكاني، وانا حاسس اني مش على طبيعتي وعمري ما هكون واحد من عيلتك. لكنها بتقول له انه واحد من العيله وهيفضل على طول كده، وبتقول له انها معاه وهتدعمه. وفعلا بينزلوا يقعدوا مع بعض، لكن جاشان بيكون مش مبسوط من الاكل اللي بياكلوه وشايفهم بياكلوا لحمه، وبيكون خايف يكونوا كفروا وبياكلوا لحم بقري ولا حاجه. وبيفضل يشرب من المشروبات اللي قدامه لحد ما بيغيب عن الوعي وبيكون مش عارف هو بيقول ايه. ولما بيقوموا بيفضل يقول لها انه مش مرتاح وزهق من التصنع ده، لكنها بتقول له يستحمل شويه وهي هتعرف اهلها انهم مخطوبين وهيمشوا لما الكريسماس يخلص وخلاص. وفي الوقت ده مامتها بتنادي عليها وبتقول لها ان بابا نويل جه وعايز يشوفك. وبيطلعوا هما الاتنين وبيلاقوا يورجن متنكر في لبس بابا نويل ومقعد رونيا على رجله علشان يديها هديه وبيلعب معاها. وبيقول لثيا انت كمان لازم تاخدي هديه من بابا نويل علشان انت شاطره. وبيسالها مش الهديه دي بتاعت الاطفال، يبقى تعملي زي الاطفال وتقعدي على رجلي انت كمان. وفعلا بتعمل كده وبتاخد منه الهديه. وبيقوم بابا نويل بعدها وبيقول لهم معلش والله لازم امشي علشان سايب المحل لوحده. وساعتها بيمسكوا جاشان وبيقول له هديه زي الاطفال ها نيني نيني انت عامل لي فيها بقى يورجن الحبيب، طب تعالى. وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاتنين، ورونيا بتكون مصدومه انه مش بابا نويل وانه يورجن. بعدها جاشان بيمشي وبيعرف ثيا انه قرر يرجع بلده، وبيقول لها ان التركيبه نفسها غلط، ولا هو عمره هيكون نرويجي ولا هي هتكون هنديه. وبيقول لها حتى انت لو كنتي في الهند كنتي هتقابلي مشاكل، بس الفرق اني كنت هدعمك ساعتها ومش هكدب على اهلي. وبيسالها ليه لحد دلوقتي مش عايزه تقولي لاهلك اننا مخطوبين، بتستعري مني صح؟ وثيا بتكون مش عارفه تتكلم ولا ترد تقول له ايه. وفعلا بياخد حاجاته وبيمشي. وساعتها بتنزل ثيا وبتكمل الاحتفالات مع عيلتها وبتكون زعلانه جدا. لكن رونيا بتسالها وبتقول لها هو شازام مش هيجي تاني؟ فبتقول لها يا حبيبتي وربنا اسمه جاشان بقى، وبعدين خلاص مش هيجي تاني. فبتعرفها رونيا انها زعلانه. لكن في الوقت ده انا بتقول لرونيا تفتح باقي الهدايا، ولما بتفتح هديه بتكون من جاشان. وساعتها ثيا بتحس انها ظلمته وانها اتسرعت، وبتقول لمامتها على كل حاجه وانهم مخطوبين وهيتجوزوا. وبتقول لها انها بتحبه وكانت بتعمل كل ده علشان عيلتها تحبه، مع ان المفروض ان عيلتها تحبه من غير حاجه لان بنتهم نفسها بتحبه. وبتعرف مامتها انها هتروح المطار وهتعيش مع جاشان. وفعلا بتركب العربيه بتاعتها وبتجري بيها، لكنها بتخبط في اول شجره في وشها وحاجه في منتهى الكلاون يعني. لكن مامتها بتيجي وبتقول لها بصي يا بنتي انا كنت عايزه اعمل لك حياه مثاليه واجوزك يورجن علشان تبقي في البيت اللي جنبي وكل شويه احشر مناخيري في حياتكم، لكن مفيش حياه مثاليه. وبتقول لها انها هتوصلها للمطار. وساعتها العيله كلها بتتجمع في العربيه وانا بتقول لهم هترجعونا لايام الشقاوه تاني. وبتجري بالعربيه ولا فان ديزل في زمانه، وبتفضل تجري باقصى سرعه لحد ما بتوصل للمطار. وساعتها بتنزل ثيا بسرعه وبتدخل المطار وبتلحق جاشان اللي كان عمال يسمع اغنيه محمد محيي رجعت للصفر من مكان ما بدأت. وبتعتذر له وبتقوله انها بتحبه وانها مش بتستعر منه ولا حاجه، وبتطلب منه يرجع معاها وهتعمل اللي هو عايزه. فبيضحك وبيسالها انت دخلتي المطار ازاي؟ وعلى طول بتيجي الشرطه تقبض عليهم هما الاتنين لانها اقتحمت المطار وعدت من الامن. لكنهم بيكونوا فرحانين انهم رجعوا لبعض، لان طبعا لقاءات المطارات ما بتخرش الميه زي ما احنا عارفين في اي فيلم يعني. المهم بتعدي سنه من وقتها وبنشوف العيله كلها متجمعه ومعاهم جاشان في وقت الكريسماس، وانا بتديله هديه عباره عن البلوفر الاحمر بتاع العيله وبتعرفه انه بقى واحد منهم خلاص. وبيفضلوا كلهم يغنوا وبيرقصوا الرقصه بتاعت كليب ناري نارين لهشام عباس، وبيتفقوا انهم هيتجوزوا ويعيشوا في الهند في بلد جاشان. وفي نهايه الفيلم بنشوف ثيا وجاشان الحقيقيين لان الفيلم ده مستوحى من قصه حقيقيه. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموال البامبي المسخسخ ده، قوم يا بت واختاري واحد مش من جنسيتك ولا لغتك علشان لما تتنرفزي عليه تبقي براحتك كده وما يعرفش انت بتقولي ايه، اصلنا مش هنكتئب ونتكبت كمان. وشكرا يا فندم.